الله وبركاته. زي ما عودناكم كده مشاهدينا متابعين القناه، دايما زي ما بقول لكم احنا بنتكلم من ارض الواقع، حاجات على ارض الواقع، الناس موجوده فعلا، الناس متربي فعلا. اللي خايف من التربيه ما يخشش. اي حد خايف يعمل مشروع الانتاج الحيواني ما يدخلش. انا بعرض لكم الموضوع وبعرض لكم التجارب وبوريكم الشباب، وانتم براحتكم. اللي عايز يكمل يخش في مشروع الانتاج الحيواني، ده مربح جدا وباذن الله بياخد بالاسباب بيطلع بربح كويس. اللي خايف من المشروع ما يدخلش، لان الدنيا مش ورد، الدنيا عايزه تعب. مش هقعد على كرسي وارتاح واقصى واقول لك لا ده انا هكسب، لا، لازم عرق ولازم مجهود، ولازم ما كنتش هتخاف على المال بتاعك ما حدش هيخاف عليه. احنا هنا في قريه المشارجه، معنا الحاج صالحين ابو عبوده، ده احد المربين. دي الناس بقى اللي على الفطره، الناس اللي مش بتحسب لها اصلا، الناس عندها ارض بتزرعها عشان توكل بهايم عشان حصاله اخر السنه، ان كان هيجهز عيل، ان كان هيبني بيت، ان كان ما بيحسبولهاش. يعني المشروع انا من وجهة نظري مش مربح معاه، لان طبعا السلالات اللي عنده دي انا اتمنى ان هو يغيرها. لو عنده بدل ال10 حتت دول لو جاب له 4 فريزيان احسن من ال10 البلدي دول. فهو يعني هم ولفوا على كده، هم اتربوا على كده، هم طلعوا لقوا ابهاتهم كده الارضات يوكلوا منهم البهائم، والباقي ايه يزرع شويه قمح يوكل منهم البهائم، والباقي ايه ياكلوا البيت وخلاص على كده. هي دي تفكيرهم، هو ده اللي ماشيين عليه. فهنسال منه هل الفكره ده اتغير ولا هو بعينه وبيوكل ايه، بيستفيد من اللبن، بيستفيد من العجلات المواليد، وبيعمل فيهم ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور. يا مرحبا دكتور. امسك ايه الاخبار عندك؟ تمام والله. احكي لنا بقى على تجربتك مع التربيه. تجربه التربيه تمام يعني 100%. كم سنه شغال بتربي بقى؟ انا طلعت لقيت ابويا وبيربي المواشي كده، واحنا بنربي المواشي، فبنوكله وفي بتنتج معانا انتاج نبيع نتاج ونصرف منه، او نربيه العجول بنكبرها ونسمنها ونتباع لحم. واللبن طبعا فيه بيفيض من البيت بنبيعه برضه، نخضه ونحوش الزبده لوحديها، وبنبيعها بالعلبه اللبن ب5 جنيه. بتيجي ناس تاخده من عندنا، يعني اللي بياخدوه من الخضادات ده. بياخدوه من عندنا. زي ما انا قلت ما بتحسبولهاش. لا مش بنحسب لها. هم الارضات بنزرعهم شويه للبهائم وشويه للبيت. وللبيت بالظبط. تمام. ونصرف منهم على كده وتمام. وتربينا على كده اللي جينا ابونا طلع كده، طلعنا زي ما اخذ نفس النظام كده. انت تعرف ان البقره دي بتاخد منك ما بتديكش؟ لا بتدي مش بتاخد. تمام بتدي، يعني طالما ان ربنا حاميها بتدي. اي مواشي بتدي انتاج مش بتدي. يعني انت لو حسبت لها الاكل والشرب وكده هتلاقيها فيها ان شاء الله برضه فيها ربح. طب لو حسبت لها الاكل والشرب برضه فيها ربح. طب كويس. بس اهم حاجه لو انت وضبت معاها في تحصيناتها، في اكلها، في شربها، هتولد لك اقل حاجه كل 3 سنين ولدتين. مواظب كل سنتين 3 ولدات. مواظب. ايوه تمام. ايوه عشان تدي معاك ربح لازم تحافظ على الولادات. ولو ولدت كل سنه مش كل سنه بتدي برضه 4. تمام بتدي 4. انت ولدت كل سنه بتدي ربح. بس انت ناسي حاجه برضه. انت ناسي الارض اللي انت زارعها بتاعتك ملك. ما هي ارض. انما انا هتكلم على واحد، انا شاب ومعايا مثلا 200,000 وعايز اجيب 4 بقرات. لو انا هستاجر له وهجيب تبن وهجيب علف، الموضوع هيبقى عايز شويه اهتمام ودراسه. ما ده لازم اهتمام ولازم. تعالى اتفضل. لو هتستاجرهم تعمل لهم النقطه الصح، الفايده الصح، ان انت تتاجر تزرع ربيع حجازي هيكسب معاك توفير بنسبه 100%. الربيع الحجازي هيبقى السنه كلها. السنه كلها. وتوفير انا عارف يعني ما يجيش الربع وما يجيش حاجه فيه. ولذلك المفروض الراجل اللي عاوز يعمل مشروع صح كسعيه مواشي المفروض عليه يعني ان هو يزرع ربيع حجازي. طب والعلف هيبقى نظام بتاعي في كام علف انت باليوم بالنسبه للبلد بتاعتنا دي بتاع البلد؟ بيبقى 6 علفات. كتير قوي في ال 24 ساعه. 6 علفات في ال 24 ساعه نهار وليل. انت بتدي كام علفه طب؟ يعني تاخدها في النهار 4 علفات. 4 لو واحده تدخل على المغرب 5 وواحده قبل مع الساعه 11. مع الساعه 11 كده تاخد 6. طب انت بتحط لهم ايه علف؟ رده ودقيق، بس الرده والدقيق بيظبط مع السيارة. كام كيلو طب في العلف؟ لا دي مش ما حسبت لهاش يعني. اصل 6 علفات انت كده، ده هو البهيمات طيبين السنه دي حلوين ما شاء الله ربنا يبارك لك. بس كتير 6 علفات بتاخد يعني. ده طبيعي. النهار كله بياكل جراه وحشيش في العلف. لا ما فيش الفتره الفتره ما فيهاش خضار. نص كيلو رد ونص كيلو دقيق في العلفه الواحده. يعني كيلو. يعني 6 علفات ب6 كيلو كانهم علفتين ب3 جرات. مصاريف جامده في الصيف، مصاريف جامده. بيعتبر قايم في فتره الصيف دي العلف كده لما تعتمد على العلف بس بياكلوا فلوس. الذره رفعت والرده رفعت. كله رفعت. كل حاجه رفعت.
لكن احنا تعودنا على الوضع ده كده. احنا تعودنا. الذكر نسمن ولما يطلع لحم. فعلا ده اللي بيحصل، ده اللي ما يحصل. بس ايوه بقول لك هو الصح اللي عاوز يعمل مشروع صح ويكسب معاه زياده عن اللازم الربيع الحجازي. بعد البرسيم الحجازي ما فيش نسبة بروتين عالية. نسبة بروتين عالية وتوفير اقتصادي جدا، اقتصادي جدا. الحجاز اقتصادي. انت هتأجر فدان بكام في السنة؟ خليك في الارض الثانيه 15000 جنيه هنا 15. انت بتوكل في الصيف بس لو عندك 5 بقرات في فتره الصيف دي ما يكفهمش 15. لا ما يكفهمش 15 في 3 شهور 4 شهور الصيف دي اللي على الصيفي ما يكفهمش 15. اصبحت انت على 3 شهور تقعد توكل السنه كامله. الفدان يكفيهم حجاز، ان الحجاز غير الربيع العادي طبعا هيكفيهم السنه كامله، وكده انت وفرت زياده عن اللازم. يعتبر كده ايجار 15000 جنيه ووفرت زياده عن اللازم كده السنه كلها. تمام. طب بالنسبه للبهائم انت بتعمل حلل وتجديد من عندك ولا بتغير كل سنه؟ لا يعني لو جت عندك عجله بكريه وطلعت كويس عندك بتربيها؟ بربيه. ده اللي بيحصل. بتحسن السلالات مع نفسك. ايوه. او اللي كده فيها مثلا فيها اي عيوب او مثلا مش هتتعشى نبيعها ونجيب غيرها. طب الطلوقه عندك في تلقيح صناعي ولا طلوقه عاديه؟ لا طلوقه عاديه من في البيت عادية. هنا ولا في حد؟ لا في البلد هنا ناس مربيه عجول هنا طلوقه بنروح نطلق منها. سلالتها حلوه كويس. سلالتها زي مثلا عند عبد جواد، عند واحد اسمه عزيزي، واحد عند ابو علاء بنودي البهايم عند نطلق من عنده. طب اللبن اخباره ايه؟ اللبن يعني حسب برضه الاكل والبهيم يعني كل نوع بيفرق معاك. كل نوع. انا هتكلم على السلالات اللي عندنا دي اللي هي ايه على قدنا شويه. تجيب كم كيلو في اليوم تقريبا يعني هتجيب لها 4 كيلو. 4 كيلو 2 الصبح و2 بالليل. ايوه ده في الصيف. ايوه ده في الصيف. لكن في الشتاء ممكن تزيد. في الشتاء ممكن تجيب 6 7 عشان البرسيم. ايوه ممكن تجيب 6 7 كيلو في الوجبه يعني او في الصبح او في الليل يعني مش نهار كله. تجيب 6 7 كيلو. ايوه الله يبارك لك يا حاج. احنا اتشرفنا بيك النهارده. وتقول ايه للشباب اللي قاعد ومش لاقي شغل ده ومش عايز يخش في الانتاج؟ لا يا عم خايف يخش في الانتاج باي شكل. ممكن يخش في البقر، في غنم، في تسمين، عجول تسمين، في اي حاجه مربح ويقف. في ناس بتجيب بقرتين كده حجر كويس النوع فريزيان سلاله ويجيب عليهم بطوشه ويرضع ويطلع تربح معاه. ده مشروع مربح عشان الحاج جمال في صمالوط شغال كده. هو 3 بقرات مطلعين له 16 عيش. هو عشان يا دكتور اما تطلع بالاربعه عشان واحد شاب مثلا يبقى قاعد مثلا وما عندوش شغل ما يتجه للمواشي ويربي على كد الفلوس اللي معاه ويجيب اي نوع من المواشي ويوكل فيه وربنا هيكرم. طالما لكل مجتهد نصيب. طالما هو ناوي حلال وعايز رزق حلال 100% ربنا مش هيسيبه. لكل مجتهد ربنا مش هينسى حد. لا هم قاعدين كده وعايزين بقى اللي الربح يجي لحد عنده. لا لازم لا طالما ما فيش حد. بص ودايما بقول العامل ده اللي يرفع صاحب المال لا يبهدل صاحب المال. ما فيش حد بياكلها لازم يتعب عشان يلقى. صح. انت عايز تنام وعايز تاكل لا لازم تعمل اي مشروع تاكل منه عيش على كد فلوسك. هو كل وقت بيقول على يا دكتور العلف غالي والتكاليف غاليه. قلت انت كده مش هتعمل حاجه. ما العلف غالي فعلا صح غالي بس برضه هو هيبيع باسعار غاليه. صح هيبيع باسعار السوق رافع. ما كده ما طالما العلف غالي هنا تلاقيها من هنا الاسعار هترفع من هنا. يبقى انت تشجع الشباب انه يبدا يشتغل في اي على كد فلوسه. النهارده المبلغ اللي معاه يجيب غنم ماشي، يجيب ديديان ماشي، يجيب بقى على كد فلوسه ويشتغل. واحد في الطيبه جايب حمام وشغال 10 يا عم بص والله جايب 500 جوز حمام وبيبيع ب 1000 جنيه كل اسبوع حمام. ايوه ده يعمل مشروع ده كده بيجيب له بعرقه وشغال بدل ما يقعد. صحيح. بدل ما اقعد مثلا اقعد على قهوه اقعد هنا اقعد يعني المبلغ اللي معاك هتبيع اي ساعه وقافله على كد. مش شرط ان تكون معاك مبلغ كبير، على كد المبلغ اللي معاك تنزل السوق ابدا واشتغل. وكل ما هتكبر يعني واحده واحده يعني ما فيش حد ما يبتدي كبير. لا طبعا واحده يعني ممكن يشتغل في شويه لمؤاخذه معزه ربحوا معاه كده يخش في غنم، بعد كده يخش مثلا في تسمين لمؤاخذه عجول. هي عايزه كده. لكن عشان ابدا انا عاوز اروح اجيب لي مثلا 20 او 10 عجول مثلا لمؤاخذه 10 عجول النهارده في العجل 15 ولا 20,000 جنيه عايز لي نص مليون وباكله بتاع. لا ده انا ابدا ب 50,000 ب 20,000 بتاع على كد المبلغ. لو 10,000 جنيه بس ويبدا بيها 5,000 جنيه يبدا على كد فلوس كل حاجه بثمنها. صحيح. وهو بدل الشباب ما يقعد مثلا لا ده انا جاهد فيهم او اجيب لهم شويه حشيش اجيب لهم شويه علف شويه ومشي امور. لكن دي نصيحه حلوه للشباب. يا عم ربنا يصلح ربنا يبارك لك واحنا سعيدين ربنا يصلح الشباب كلها يا باشا. شكرا حاج. العفو يا باشا. السلام عليكم.